تحفة تحفة المشهد بتاع إمام عاشور وهو بيعيط كده وبيقول لك لن ألعب في مصر إلا النادي الزمالك. محمود متولي وعمرو السولية بيسلموا عليك. مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويديه يا رب طولة العمر بيسلم عليك هو ونينين بيسلموا عليك وبيقولوا لك مستنيينك يا امام يا عاشور عشان نمسح لك دموعك، ما تفهموش غلط. عارفين يا اخواتي يا زملكاويه، انتوا شويه عبط بيضحك عليكم والله من رئيس ناديكم. يعني هو اصلا ممشي امام عاشور من اسبوع او من 10 ايام، ونفس الفتره دي كان المفروض اللي هو خلص مع الكندوسي، فطبعا احنا عطيناه على قفاه وعطيناكم على قفاكم وخدناه منكم. قبل منها اصلا المفروض بيدعم خط النص مروان عطيه وبرده خد على قفاه وجبناه منكم. فطبعا خط النص عندكم دلوقتي الله يفك دقيقتها يا رب الين واجمد من سما المصري، مش فيفي عبده بقى ولا دينا، لا سما المصري. فالمهم يعني ان انتوا شويه هفا، وانا حبيت اقول لكم ان انتوا بيضحك عليكم، وحبيت اقول لكم ان اصلا امام عاشور كان ماشي، وبعد ما خدوا العموله بتاعته ما قدروش يرجعوه تاني، وطبعا ما عرفوش يجيبوا لكم ولا مروان عطيه ولا الكندوسي. فطبعا انا سايب لكم انتوا تتصرفوا مع رئيس ناديكم ده لو ليكوا عين اصلا، لان عينكم مكسوره بالخيار والجبنه اللي اعطاها لكم المستشار. بحبك يا ستموني.